جرت العاده ان انت لما تتصل بمحل سمك تقول له الو انا عايز مثلا كيلو بوري مع نص جمبري، هو بقى يبدا يسالك طب انت عايز مثلا بوري اعمله لك ايه، جمبري اعمله لك ايه، طب انت عايز رز، عايز سلطه. لكن طبعا مش ده اللي حصل معايا. اللي حصل معايا ان انا كلمت اخويا وحبيبي اسلام في اسماك الجامبو وقلت له ده انا عايز 6 انواع بوري مختلفين. طبعا قعدنا قبل منها بشهور طبعا نظبط ونتفق، فيعني كتر خيره ان هو استحملني، بالذات ان هو عمل كده بدون مقابل. في شكر ليك يا اسلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنفرق بين انواع سمك البوري. بس قبل ما نبدا في محتوانا خليني اطلب منك الدعاء لاهلنا في غزه. افكرك بالايه اللي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اغلى انواع البوري هو البوري السهليه، واكتر حاجه بتميزه ان جسمه بيضاوي وقشوره كبيره وخشنه. بعد كده البوري اصفر ودن، وده اكتر حاجه بتميزه ان فيه بقع على الخياشيم بتاعته لونها اصفر، بس اصفر كده مدي على نحاسي شويه. بعد كده اهم انواع البوري هو البوري العادي، لان هو ده بيتعمل منه فسيخ. اكتر حاجه بتميزه ان فيه جفن شفاف دهني على العين وبقعه زرقاء على الزعنفه الصدريه بتاعته. كده البوري الطبار، واكتر حاجه بتميزه انه بوزه رفيع وعنده نقطه سوداء على الزعنفه الصدريه بتاعته. بعد كده الجبايش، واكتر حاجه بتميزها ان ظهرها من قدام محدب كده، شفتها من فوق كبيره. بعد كده بوري الجران، وده اكتر حاجه بتميزه ان فيه بقعه صفرة كده لونها اصفر ليموني على غطا الخياشيم بتاعته. كمان الزعنفه الصدريه بتاعته بيكون لونها يتراوح ما بين الاصفر للبني. تعالوا نشوف كده. النهارده ان شاء الله هندي بقى ملخص البوري اللي احنا بقالنا فتره كبيره بنتكلم عنه. ولاحظ ان احنا صورنا المحتوى ده في عز الشتاء، انا معرفش بقى هينزل امتى، بس احنا صورناه في عز الشتاء. ويعني وكان في بقى حاجه يعني فوق ده كله، هو ده كان مرتبهم من الاحسن للاقل، ده الاحسن، ده الاقل، ده الاقل، ده الاقل، ده احسن حاجه. في حاجه بقى كمان احسن من اللي فوق ده خالص، الا وهو البطروخ. بص كده السمكه زي دي، اللهم صل على النبي، لما يكون ايه، بص احنا الكلام ده كان في نص شهر 12. بص بطنها عامله ازاي. فتخيل يعني سمكه اللهم صل على النبي كيلو 300، ممكن مثلا تلاقي فيها بتاع 300 بطروخ. فده يعني ده اهم حاجه في الموسم ده كله بتاع السمك البوري، البطروخ الجميل ده. تمام. بعد كده بعد البطروخ اهم حاجه او اعلى حاجه يعني بعد كده هي السهليه. دي السهليه، وبيسموها بالانجليزي البوري منعرج. ليه بوري منعرج؟ وده لان جسمها بيضاوي. هتلاحظ ان جسمها بيضاوي، مش زي البوري اللي بيكون عباره عن خطوط مستقيمه، لا دي جسمها بيضاوي. ودي اعلى انواع البوري على الاطلاق، مفيش حاجه اعلى منها. بعد كده في رايي هو الاصفر ودن. الاصفر ودن يعتبر الحاجه اللي بعد السهليه على طول، وطبعا مميز جدا بالنقطه الصفراء اللي على جسمه هنا، وزعنفته هنا بتكون غامقه. يبقى عنده نقطه صفراء هنا، اللي هي يعني الاسم حتى بيوضح ان هو ايه، اصفر ودن. يبقى إيه؟ وده مفيش منه مزارع. السهليه على فكره في منها مجمد، بيجي لنا من عمان منها مجمد. طبعا برضو ايه اعلى حاجه في السهليه سهليه القنال، وبتاعت البحر المتوسط برضو مش وحشه، جميله جدا برضو، بتبقى غاليه جدا. اصفر ودن ده ما تلاقوهوش غير بلدي. اللي بعد كده بقى سمكه البوري العاديه، سمكه البوري ام راس مفلطحه. واللي اكتر حاجه بتميزها على الاطلاق هي وجود نضاره على العين، انك ما تعرفش تمسك العين، لان ايه، في غشاء دهني اهو بيبقى فوق العين. غير ان هي مميزه جدا بالحته الزرقاء اللي موجوده هنا. وطبعا اللهم صل على النبي السمكه دي كانت صبحه، كانت لسه طالعه من البحر النهارده، اللهم صل على النبي، يعني الوانها فيها وجميله جدا. اللي بعد كده هو البوري الطبار او الدباره. وانا بالنسبه لي انا في الاكل يعني الفرق بين البوري والبوري الطباره مش كبير، يعني هي البوري بس دي بتبقى دسمه شويه، وطبعا الدسم بيدي طعم احلى، لكن الفرق بينهم مش كبير. يعني انا بالنسبه لي لو دي موجوده مثلا منها بحر النيل هتبقى جميله جدا. انا بعتبر ان بحر النيل اعلى انواع البوري، سواء اذا كان بوري عادي او بوري دباره، بحر النيل بيكون احسنهم بصراحه. فاللي بيجي بعد كده على طول هو البوري الطبار او الدباره، بيكون عنده نقطه سوداء هنا. المرتبه اللي بعد كده بقى هو الجبايش. وطبعا الجبايش اكتر حاجه بتميزه هي الشفه بتاعته الكبيره دي، عامل بوتكس. وغير ان هو ايه، راسه عامله كده نازله لتحت كده اهي، يبقى اكتر حاجه بتميزه كده. طيب ليه الجبايش يعني وصل لحد المرحله دي، ليه مش فوق مع الاصفر ودن؟ لان الجبايش عاده بيبقى راعي، هو اصلا اسمه البوري حفار، بيحب يحفر فبيرعى ياما، فبالتالي بطنه بتبقى ايه، مليانه راعي، مش زي البوري التاني. واخر حاجه خالص هو البوري الجران اللي بيسموه البوري القافز. واكتر حاجه بتميزه ان الزعنفه دي بتكون صفرة او بني، وبيكون عنده علامه صفرة يعني خفيفه خالص هنا، ومش بيكبر كتير عن كده. يعني ممكن مثلا في بلاد بره يوصل ل 30 سم و40 سم، لكن هنا في اسكندريه غالبا بتلاقيه بالحجم ده، اللي هو حجم 10 في الكيلو والكلام ده. يبقى وانت في موسم البوري اعلى حاجه هو البطروخ، تمام، بلا منازع يعني. بعد كده هو السهليه، بتكون سمينه جدا وجميله، واكتر حاجه بتميزها ان شكلها بيضاوي. واللي بعد كده البوري اصفر ودن اللي هو عنده ودن صفرة، والبوري العادي اللي هو عنده نقطه زرقاء، والبوري
الطبار او الدباره بيكون عنده نقطه سوداء هنا، والجبايش اللي بيكون شفته كبيره هو عنده نقطه سوداء برضو بس ايه شفته كبيره، لكن البوري الدبار عنده نقطه سوداء لكن شفايفه ايه عاديه. واخر حاجه خالص هي الجرانه واللي بتكون ايه يعني ضعيفه في الاكل، ما فيهاش شحم قد كده. طبعا يا جماعه هي مساله اذواق في الاخر، ممكن حد يقول لك الجبايش احسن من الاصفر ودن او كده، مش مشكله يعني ايه، مش هنختلف ان شاء الله. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.